انا سبتكم كده تسمعوا الطشه، سامعين الصوت ده؟ يعني مفيش بعد كده. بس تعالوا طبعا قبل ما نبتدي الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكل اخواتي وكل حبايبي اللي بينضموا ليا على راسي من فوق، بجد بتنوروني وبتشرفوني. شكرا على دعمكم، ويا رب كده اتمنى الدعم اكتر من كده وتشجعوني ان احنا ننزل فيديوهات كل يوم. واتمنى كل اللي بيشوف الفيديو يحط لايك ويعمل شير، وكمان يشترك معايا لو مش لسه مشترك. واسمعوا كده الفيديو للاخر، وتعالوا نقول هنعمل طاجن باميه بس بجد من الاخر. بدايه كده انا حطيت حته سمنه، وكنت عايزه احط حته اللي هي دي بس ما لقيتهاش، لقيتها بعد ما حطيت السمنه. مش مشكله، انا كل اللي بعمله بصفر البصلايه مش اكتر من كده، يعني مش بديها لون. انا بشوحها كده وبنزل باللحمه بتاعتي. اللحمه بتاعتي سلقاها، يعني سلقاها 3/4 سوا عشان تكمل سواها في الباميه، لانها هي مش لحمه ضاني. احنا متفقين لو هي لحمه ضاني بنحطها مثلا، بنسويها الاول بعد كده بنضيف عليها كل الكلام ده، لكن هي مش لحمه ضاني. فانا سلقتها 3/4 سوا زي ما قلنا، وبعد كده نزلت بالبصل وهبدا ان انا اشوح. بجد هتعملي طاجن باميه كل اللي هيدوقه من ايدك هيلاقيه مختلف. وزي ما قلنا اقفي بحب وقفي بنفس راضيه، ربنا هيكرمك في اي حاجه بتعمليها. والله لو شويه فول كده من ايدك هيبقوا احسن شويه فول في الدنيا. ربنا يرزقكم الخير كله يا رب، وربنا يكرمنا جميعا. بصوا بقى يا جماعه، جبت قرن شطه كده سبايسي كده شويه، يعني ايه، هو مش حراق قوي، وانا ما حطيتهوش كله كمان عشان لو في اطفال، لكن لو انت عندك اطفال استبعديهم خالص. تمام كده. يبقى نقول بقى حطينا حته السمنه وحته ليا معاها، وصفرنا البصلايه ما اديناهاش لون، نزلنا باللحمه بتاعتنا، قرن شطه كده سبايسي عليها، وهندي تشويحه. احنا هنا بنشوح مش اكتر. تمام. هنزل بالباميه بتاعتي، ودي كانت باميه مفرزه. وعايزه اقول لكم الباميه دلوقتي ما شاء الله جميله في السوق، بس هي طقت في دماغي كده. عايزه اقول لكم كان متاخر قوي، فبعت جبت كيس على طول وعملتها. يعني عماله هعمل ايه فجيب بالي كده، قلنا نجيب بقى ايه كيس باميه ونعمل طاجن باميه كده جنب الاكل اللي هنعمله دلوقتي معاكم في الفيديو. معايا كده فص من الثوم مش كتير، هبدا هاخد حته صغيره قوي عشان هنكمل بقيته بقى في التش اللي انتوا سمعتوها دي. تمام. هدي تشويحه اشم ريحه الثوم مع الكلام الحلو ده، بس مش اكتر من كده. يلا بينا حبايبي بقى اللي وصلوا لحد هنا، يا ريتك تنسيش اللايك وتكتبي كمان كلمه حلوه لاختك تفرحها وتسعدها من ناحيتكم. واي حد بيخش الفيديو بيسيب الفيديو وما بيحطليش لايك، برضو على راسي من فوق. شرفتني ونورتني ان انت دخلت بس كده بصيت بصه على القناه. انا نزلت هنا بمكعب مرق الدجاج، يعني ده اساسي معايا، بحبه جدا. هبدا بقى ان انا احط التوابل بتاعتي، وتوابل بسيطه خالص 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 فوق ما انت متوقعه. حطيت طبعا بهارات مشكله، وحطيت فلفل اسود وكمون، من كل حاجه نص معلقه صغيره، وما تكتريش عشان تحسي بطعم الحاجه، ما تافوريش في البهارات بتاعتك. كل حاجه وبيبقى ليها حاجتها، يعني في حاجه بنعملها بتبقى عايزه محتاجه بهارات، وفي حاجه تانية لا. هنزل طبعا معايا كيلو من الطماطم، بس مش هاخده كله، انا هاخد نص كيلو بس، يعني هاخد نص الكميه دي وبس. طبعا على الطماطم دي ما تنسيش نص معلقه صغيره من السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، وعشان كمان الباميه بتاعتك تبقى خفيفه في الاكل ما تتعبكيش. تمام. عايزين واحنا بنعمل القوطه ما ننساش يا حبايب قلبي ندعي لكل الطلاب اللي الايام دي بتمتحن، سواء بقى اعدادي ثانويه عامه ايا كان، ندعي لهم بجد ربنا يفرحهم ويفرح كل الامهات يا رب اللي تعبت، ويفرح كل الامامير اللي تعبوا معانا بصراحه. كل الطلبه تعبانين والله. يعني انا عايزه اقول لكم، بس تعالوا الاول نشوف بنعمل ايه. انا نزلت على الباميه بشويه شوربه كده صغيرين من شوربه اللحمه، ما حطيتش ملح لاني مظبطه الملح في الشوربه بتاعتي، وحطيت مكعب مرق الدجاج بس. هنا معايا كيلو من اللبن، ومعايا كمان حوالي كيلو الا ربع من الرز. ما عملتش كيلو رز يعني حسيت انه كتير. نزلت بالكيلو اللبن وهدي تقليبه كده. اللبن مغلي طبعا، ما ينفعش احط لبن بارد. غليته، وهبدا اجيب في نفس الحله بتاعت اللبن كوبايتين من الميه كده عشان خاطر يسوي الرز معايا. هو يوم بقى مصري اصيل يا جماعه. انا بقول لكم ايه، بقول لكم لما بنزل هنا انا بشم وبحس بريحه زمان، هو ريحه زمان مفيش كلام. يلا بقى معلقتين كده قشطه لو متوفرين عندك، مش متوفرين اكتفي قوي باللبن وزي الفل. هما القشطه دي كانت وش اللبن على فكره، ان انا مش جايبه قشطه من هنا ولا هنا عشان ما تروحيش بعيد بس. يلا بينا على فرن بقى سخن كده من فوق ومن تحت. اول ما ياخد الوش عندك اطفي عليه ووطي من تحت، سيبيه يتشرب براحته ويستوي. وهنشوفه دلوقتي وهو مفلفل ومتكتك ومخاصم صاحبه وكل حاجه. تعالوا نبص على الباميه بقى. بصوا بقى الكلام هنا،
خلاص هي كده استوت، وما بحبش اقلبها كتير عشان ما بحبش اهريها كده. انا بحب الباميه كده تبقى خارجه واخده وضعها بقى، يعني ايه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. جبت الطاجن بتاعي كده عشان ادخلها بس تاخد وش كده، اللحمه تتلسوع وخلاص على كده. شايفين يا جماعه المنظر؟ ايه رايكم؟ يلا بينا. هندخلها بقى كده على الفرن على طول، هتاخد بس وش كده اللحمه دي تتلسوع وتدينا طعم حلو. بصوا بقى، بصوا هنا ايه اللي بيحصل. الرز بتاعي استوى خلاص يا جماعه، بدات كده وخد وش. انا خد وش وطفيت من فوق وسبته يتشرب من تحت ويستوي، وبدات كده طلع. حطيت معلقه سمنه بلدي كده على الوش وخلاص. دخلته تاني الفرن 5 دقايق وطلعته. بصوا بقى، ايه رايكم؟ هوريكم دلوقتي يعني شكله عامل ازاي من جوه ومفلفل وزي الفل. اهم حاجه وانت بتعملي الرز المعمر ان اللبن يكون مغلي، والشرب او الميه كمان اللي انت هتحطيها ما تكونش بارده. ليه؟ عشان اول ما تحطيه في الفرن يغلي معاكي على طول وما يعجنش منك. طلعنا الباميه كمان. بصوا يا جماعه، انا مش مع اي حد بيقول ان الباميه تنفع من غير طشه. حتى لو بتعملي الباميه العادي اللي في الحله بالصلصه وكده مش طاجن، برضو لازم الطشه في الباميه. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بحب الباميه خالص، كلتها مؤخرا يعني بناء عن طلب حمايه. يعني كان بيحبها قوي، يعني مدمن باميه يا جماعه بجد. فانا لقيته يعني ايه بيحبها ليه، انا مش فاهمه. انا كنت بخاف منها عشان بتشوك يعني، يا جماعه تحكوش عليا. بس فعلا لما دقتها حسيت لا، يعني طعمها حلو. اكل كتير ما كنتش بحبه بس كلته الحمد لله. كده بتبقى طعمها احلى على فكرة. بس انا من اكتر الناس اللي باكلها طاجن، يعني بحبها في الطاجن. الف هنا عليكم، يا رب الوصفات تعجبكم ويا رب بجد تنور رضاكم. بصوا بقى شكل البامية بقى يا جماعة. يلا بينا، تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا كمان. يا ربي. هو انا ده كله فين يعني؟ مش عارفة. كنت بجيب معلقة يعني ولا ايه؟ يلا تعالي نشوف الرز بقى كده. هو باين اهوت اللي هو مش معجن. الحمد لله الرز طلع زي الفل، والباميه كمان كانت جميله. جربي الطريقه دي وقولي لي ايه رايك، ويا رب الفيديو يعجبكم. وبتمنى طبعا اي حد يخش القناه ما ينساش يدوس على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو عشان ينضم لعيلتنا اللي ان شاء الله هتكبر بيكم. وانا عندي امل كبير في ربنا ثم فيكم ان احنا ان شاء الله عيلتنا هتكبر. ويا رب الفيديوهات تعجبكم، يا رب الفيديو يكون خفيف، واتمنى اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعايه الله.